اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ان شاء الله فطار النهارده، كان صيام. هنعمل احلى فطار بايه؟ بفرخه بيضه، يعني مش هنقول بط ولا حمام ولا فرخه بلدي ولا ديك رومي، لا فرخه بيضه اي حد يقدر يجيبها ويعمل بها الوصفه الجميله الحلوه دي. هنبدا مع بعض بسم الله. كنت امبارح من السوق جايبه كيلو ملوخيه خضر، لقيت الملوخيه حلوه وجميله وفيها الورق بتاعها عريض كده وحلوة، رحت جبت منها وظبطته. النهاردة شلت الحتت اللي فيها الطين رميتها وغسلتها الغسلة الكويسة دي، ووقفتهم كده ايه في الحل علشان يتصفى منهم المية، عشان يبقى سهل معايا ان انا ايه اجرطف فيهم على طول. وهنا طلعت الفرخة من الفريزر من امبارح، وجيت دلوقتي رحت غسلتها غسلة كويسة، مش دلوقتي يعني كان الصبح. غسلتها غسلة كويسة زي ما انتوا عارفين بالملح وبالليمون، وخليتها زي الفل. الحاجات اللي مش حلوة اللي مش عايزينها في الفرخة رميناها، ونزلت عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو، من كل ناحية كده ملح وليمون وظبطتها. ورحت بقت ايه خليتها في الملح والليمون حوالي ايه نص ساعة ساعة زي ما تحبوا. والكبدة والجنصة كمان حافظت عليهم عشان عملت بيهم رز حلو هيعجبكم ان شاء الله النهاردة منين ما تعملوه يعني. هنا صبنت الحوض اهو. دايما بعد ما نغسل اي طيور نصبن الحوض كويس، حتى لو هنرجع نشطف الطيور تاني عادي مفيش مشاكل، نصبنهم برضو. والسكينة والكلام ده كله والحوض والحنفية وايدينا، والمهم ايه خليت الدنيا زي الفل. عشان تعرفوا بقت امبارح كلت اكل شعبي ليه؟ عشان اتحفز للاكل الحلو بتاع النهاردة واحنا صايمين. فاهمني؟ يبقى الاكل الحلو جاي على اشتياق. بس كده. يا رب. هنا بقت ايه كنت غسلت الفرخة من الملح ومن الليمون. وهنا كنت جبت ايه بصوا البطاطس الحجم الصغير خالص ماشي. جبت كام واحدة حوالي نص كيلو او اقل شوية، ورحت قشرتهم وشطفتهم شطفة كويسة، وعملت عليهم حوالي طماطمية او اقل، يعني لو كبيرة هتكون واحدة، صغير هيكونوا اتنين صغيرين، وواحدة جزر كمان او نص واحدة. والمهم ان انا ايه عملت ولو كان في بصل صغير او ارمى كنت عملت معاهم، لكن انا عملت ايه نص بصلاية كبيرة وخلاص. وحطيت عليها نفس التوابل اللي هحطها على الفرخة، كزبرة وفلفل اسود وملح والسبع بهارات. وحطيت ايه كمان حوالي معلقتين زيت او 3، عشان خاطر ايه الخلطة الجميلة دي، البصل مع الجزر مع البطاطس والطماطم لما تستوي مع الفرخة هتكون تحفة. ورقتين لورا كمان، ونزلت عليهم ايه اهو الزيت اهو كمان، قلبتهم تقليبة حلوة كده مع بعضيهم. ورحت ايه ركنتهم جنبي لما ظبطت الفرخة. يا رب. ساعات كده لما يكون الواحد ايه يعني في الصيام اساسا بيبقى ايه متشجعين نعمل اكلات مختلفة شوية تكون حلوة، تكون لنا فترة ما عملناهاش. بس ايه بعد ما خلصت الاكل في جرن شطة كنت مخليه مع الخضار بتاع السلطة علشان احطه على السلطة، افتكرت ان حماتي ايه ملهاش في الشطة تتعب منها، فرحت حطيته سليم زي ما هو مع البطاطس. هنا بقت ايه بصل طرنشات وطماطم نفس القطعة برضو مكعبات أو طرنشات، مش هنعمل لا بالمبشرة ولا بالكبة. وحطيت عليهم كزبرة وفلفل أسود وسبع بهارات وملح وظبطتهم، وكمان حطيت معلقة زبادي كبيرة. وفي الاخر خالص هقول لكم كنت هنسى حاجة مهمة، انا اساسا يمكن عاملة الفرخة دي بكده النهاردة علشان خاطر الحاجة دي، كنت هنساها بس بعد كده لحقت افتكرت ورحت نزلت بيها على طول. الزبادي كمان اهو. وكده بقت ايه بالمعلقة او هنلبس جلافز وننزل على كل البصل مع الطماطم، وان احنا ايه نغلفه بالبهارات الجميلة اللي احنا حطيناها دي. يا رب. الحاجات دي طبعا ايه مع البط مع الفراخ اي نوع طيور بتكون طعمها جميل وحلو خالص. بعد ما قلبتهم مع بعض شوية رحت خدت معاهم الزبادي كمان. وهنا كنت ايه عايزة احط برتقان. بعد ما حطيت شوية في الفرخة افتكرت البرتقال، رحت رجعت جبت ورق اللورة وجبت ايه 3 انصاص برتقان او برتقانتين نعملهم انصاص، وخدت العصير بتاعهم كله بالشكل ده. ونزلت على الفرخة كلها بقت ايه تبلتها بالخلطة الجميلة دي او المرتة الحلوة دي.
بين الجلد واللحمة وجوه الفرخة ومن فوقيها وكله، خليتها ايه حاجة كده، الريحة كده كانت طالعة عليا جميلة اهو بالشكل ده. ورحت بقت ايه جبت كيس حراري، ولو مش موجود مش لازم نحطها في صينية ونغطيها بصينية كمان او بورق فويل اللي موجود ورق زبدة يعني. انا عشان كان عندي الكيس ده فقلت هستعمله. نزلت بالبصل شوية منه مع البطاطس مع الطماطم، وهننزل بالفرخة كمان. نص البرتقانة ده كان باجي جنبي، رحت خدت منه شوية عصير على البطاطس ورميت بقيته ايه، نزلت بالنص التاني معاهم برضو، قلت يلا يزود الفحفحة وايه لزوم التكات والحركات يعني. ونزلت بالفرخة بالصينية بكلها كده، رحت امجي حردها جوه الكيس. يا رب. طبعا كل الخليط اللي نزل منها نزلت بيه كمان علشان خاطر ايه، كانت الحاجات دي كلها كده تتبيلات وريحتها كانت مفحفحة صراحة. هنا هننزل ببقية ايه البصل مع الجزر، ونروح قافلين الكيس بالقفل بتاعه، بيبقى جاي معاه قفل كده ايه، مش بيحصل له اي حاجة ولا بيفرقع ولا حاجة. يا رب. اهو بس كده رفعته في صينية كمان تاني. وشوية هقول لكم دلوقتي بصوا لما نكون هننزل به في صينية، لو فيه الصينية التيفال دي او جرانيت تكون احسن، مش موجودة لو صينية ألمونيوم يبقى لازم نحط معاها معلقة خل او نص ليمونة علشان خاطر الصينية ما تزرقش من النار يعني. وهنا رحت ايه سخنت مية كمان في البراد ونزلت عليها في الصينية، بس الاول كنت سبتها فترة بالشكل ده حوالي 3 4 ساعات كده، كنت عاملاها من قبل الظهر، وانا ولحت عليها الفرن كان مع اذان العصر، فقعد يجي ساعتين 3. رحت هنا كمان ايه كانت الملوخية خلاص اتصفت من المية اللي فيها، وقلت كمان ايه ننجي الملوخية خلاص كده نتسلى واحنا واقفين مع بعض. الملوخية الأيام دي خلاص بدأت إن هي إيه تحلو، كنتش اما أجيبها في الأول ما كنتش بتبقى عجباني، دلوقتي بقت إيه الورق بتاعها كتير كده وحلوة، وب20 وب25 يعني مش غالية جو برضو. والفراولة عندنا كنت سألتوني الفراولة بكام، الفراولة هنا ب35 جنيه وب40 جنيه. هنا هو خلاص الوقت ده كنت هدخل الفرخة الفرن، ورحت غليت مية في البراد ونزلت في الصينية بإيه حوالي كوبايتين من المية، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. مثلا حسيت ان النهار هيبدأ يروح عليا هزود النار شوية، وخليت الكيس فتحتين كده بالسكين علشان خاطر ايه ما يفرجحش ولا يحصل له حاجة. هنا كمان ايه جبت حوالي معلقة سمن كبيرة وحوالي معلقتين 3 زيت علشان خاطر ايه نقطع نص بصلاية علشان نعمل احلى رز ان شاء الله يعجبكم. لو مش حابين فيه البصل مش لازم، انا ما كترتش هي نص بصلاية وخلاص. وهديها تشويحة كده على السريع، وهنزل عليها كمان بإيه بص الكبدة والجنصة بتاع الفرخة، أنا كنت حطاهم في البولة بتاع كنت هنزل بالبسلة الأول، رحت رجعت في كلامي لا الكبدة والجنصة الأول. كنت حاطة عليهم عصرة نص برتقانة مع فلفل أسود، كنت إيه من بدري يعني حطاهم في التتبيلة دي. هديهم تشويحة مع البصل مع فلفل أسود، ونشوف هنكمل أهو. يا رب. في الوقت ده خلاص هنزل بالبسلة مع الجزر ونشوح فيهم مع بعض كده على النار. اوطي النار شوية واعلي شوية علشان خاطر ايه، وغسلت الرز كمان غسلة كويسة ونزلت بيه اهو على طول. ونبدأ نشوح بس ايه هطول بالي شوية واشوح الرز، مش هنزل بالمية على طول او بالشوربة علشان خاطر ايه البسلة بتنزل المية اللي فيها، فبتاخد وقت شوية عقبال ما تتشوح مع الرز. يا رب.
نزلت بشوية ملح كمان. وهنا ما كانش فيه شوربة عندي غير ايه شوية قليلين كده، كان عندي في الفريزر، قلت دول هخليهم اعمل منهم الملوخية. والرز رحت مسخنه له مية في البراد عادي مفيش مشاكل. اهو بدأت انزل بالمية اهو. وبرضو مش هنكتر المية قوي علشان خاطر البسلة والجزر فيهم نسبة مية، علشان خاطر ما يعجنش معانا، نحط يا دوبك ايه نغطيه بسنتي بس. وهنا جبت الشوربة غلط علشان خاطر نعمل ايه الجدحة للملوخية ونعمل الملوخية. كنت خرطت الملوخية كمان من بدري، وكنت عملت السلطة كمان، وكنت طلعت للطيور كمان، وكان في مواعين اللي مش بتخلص ابدا غسلتها. وميار ربنا هداها عليا النهاردة وهي اللي مسحت. يا رب. هنا الشوربة غلت اهو، شلت منها شوية. قلت احسن يكون ايه كتيرة، علشان خاطر انا بحب الملوخية يكون ايه القوام بتاعها تقيل كده وايه حلوة، ما تكونش خفيفة، لا عشان خاطر ايه يبقى طعمها حلو، ما تكونش ايه الشوربة عايمة كده على الوش والملوخية تسقط، لا ما ينفعش. فانا بحب ايه اخلي الملوخية تقيلة. فرحت ايه لقيت الملوخية ما شاء الله عليها كتيرة، ولقيت فيه شوربة كمان. رحت خدت بقية الملوخية وخدت شوية شوربة. بص اللي على وش الشوربة دي قطعة مهصورة، انا كنت مفرغاها ومخليها في الشوربة، وقلت تخلي الشوربة طعمها جميل وحلو. بس كده ونزلت بالطشة كمان اهو. وخلاص. هنا كان المغرب خلاص هيبدأ خلاص على أذان، كان فاضل حوالي ثانية. والفرخة طلعتها من الفرن كمان اهو. بصوا جميلة وحلوة خالص، وخدت لون وبقت بص تحفة. ولو كنتوا حابين تحطوها شوية كمان تحت الشواية بعد ما تشيلوا الكيس من عليها مفيش أي مشاكل، أنا دخلتها تحت الشواية برضو تاني. علشان خاطر ايه ابو احمد بيحب الفراخ تكون منشفة اكتر من كده على الاخر يعني. وما شاء الله عليها كانت مستوية وحلوة. وما خدتش وقت يعني حوالي ساعة ونص كده. ولو كنت معلية النار كان هيبقى اكتر من كده، بس انا بحب الحاجة ايه تستوي ايه براحتها. وهنا الملوخية كانت خلاص. شوفوا القوام بتاعها حلو وجميلة وخضرة كمان اهو. وبألف هنا للي اكل حاجة. وخلاص. اوه حصل خير. والرز كمان استوى اهو، بصوا ما شاء الله عليه مفرفر كده وجميل. احلى حاجة لما يبقوا لسه مخلصين الاكل طافيين على البوتاجاز وينزل على الاكل على طول، يبقى الاكل بالبخار كده حاجة تحفة وجميلة. ويبقى طعمه حلو احلى حاجة. وبالذات في الشتاء كمان. بس كده مفرفت كده وجميل وحلو، والله عايزاكم تجربوا الوصفة بتاع النهاردة ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم وتدعولي. هنوسع كده علشان نحط طبق الملوخية. ونحط طبق السلطة كمان. وكنت عملت حوالي برتقانتين شرايح عشان خاطر ايه نزين بيهم الصينية. مش ندلع الصينية بتاعتنا النهاردة وندلع الفطار. حماتي كانت مبسوطة جو والله وابو احمد وميار. صراحة بجد يعني كانت الأكلة حلوة. وهو فرخة بيضة يعني أي حد يقدر يجيبها، مش هنقول بط ولا كده، يعني حاجة سهلة وبسيطة وسريعة. ومش مكلفة. وكلنا بنربي الفراخ البيضة في البيت، وحتى لو بنشتريها مفيش مشاكل. بصوا الفرخة كنت دخلتها شوية تحت الشواية تاني زي ما قلت لكم. وخدت اللون اللي احنا عايزينه اهو. وبسم الله ما شاء الله عليها. اهو والبطاطس كمان مستوية والجزر مستوي. يا رب. بقيت واقفة محتارة الفرخة مستوية على الآخر، فكنت حاسة إن هي إيه هتنزل من المعلقة وأنا بشيلها والله. قلت خلاص بصوا جناح الفرخة نزل منها من كتر ما هي مستوية. والبطاطس واخدة لون ذهبي كده وجميلة. لو في كوسة كمان كنت حطيت، بس ما كانش في كوسة. ممكن واحد شطة كمان، ممكن فلفل. بس ها اللي كان موجود استعملته. بصوا يا دوبك كده العظم بيتسحب منها. يا رب.
بس خلاص، ايه رأيكم بقى؟ تبصوا مستوية وزي الفل اهو. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، والبطاطس كمان بصوا ما شاء الله عليها ومرملة وحلوة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، ودعوة حلوة وكومنت حلو ولايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.